بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء يا رب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن حدوته اغرب من الخيال. هنتكلم عن حدوته دورس ايدي او ام سيتي او بندرشين. التلاتة في الاخر واحد. هنعرف بالتفصيل كل حاجة تخص الموضوع ده، لكن بعد الفاصل. وهنتكلم بالتفصيل عن موضوع دورس ايدي. دورس ايدي الناس كلها ممكن تكون تعرفها باسم ام سيتي، لكن اسمها الحقيقي بالمصري هي بندرشين. ايه الحدوته؟ نرجع بالزمن بسرعه قوي. سنه 1904 اتولد دورس ايدي في بريطانيا في لندن. تتوالى الاحداث لما كانت بتلعب في بيتهم، وقعت من على سلالم الدور الثاني للدور الاول، اتخبطت في الحيط، اغمى عليها، فقدت الوعي. اهلها اتصلوا بالدكتور، تعالى الحقنا. جه الدكتور، بدا يشوف في ايه اللي حصل. قال لهم بنتكم ماتت. وده كان اول فصل في الحكايه. بنتنا ماتت، بنتكم ماتت، وهروح اجهز لها ورق الدفن. يروح الدكتور، يغيب عن اهلها تلت ساعه، يرجع لقى دورسي قاعده تتنطط وبتلعب في العابها. لكن اللي حصل ان هي بتقول لهم ان انتوا مش اهلي، انا عايزه اروح بيتي والجنينه بتاعتي، انا عايزه اروح القصر بتاعي والعب في الجنينه، انا معرفش انتوا مين. كان عمرها 3 سنين، ومن 3 سنين ل7 سنين وعماله تسمع اهلها ان الحديقه كان شكلها ازاي والقصر شكلها ازاي، والرسومات اللي موجوده على الحيطان والتماثيل والمسلات والاهرام، وعايزه تروح الهرم الكبير. ايه اللي حصل؟ مين ده؟ اهرامات؟ طب ناخدك معانا طيب في مكان فيه حاجات شبه كده. ودوني مكان فيه حاجه شبه كده. خدوها المتحف البريطاني، القسم الفرعوني. بدات تدخل هناك وتبص ايه ده. إيه؟ اول ما شافت الاثار والتماثيل خلعت جزمتها وانطلقت في المكان. هو ده اللي انا كنت عايزاه، هم دول اهلي، هم دول ناسي. ما سابتش رجل تمثال لما بستها. انتوا كنتوا فين؟ انا عايزه اروح لهم. الناس دي فين؟ ودوني عند اهلي. لحد ما عينها جابت صوره لمعبد ابيدوس. اول ما شافت الصوره، هو ده القصر، لكن فين الحديقه؟ ودوني هناك. ابوها وامها حسوا ان هي في شعره في مخها ضربت. انت اتجننتي ولا ايه؟ قصر ايه اللي كنت عايشه فيه؟ الموضوع ده اثر عليها. دول خدوها كمان ودوها لمستشفى امراض عقليه ونفسيه، وبدا الدكاتره يتكلموا معاها ويقولوا لها في ايه يا ماما، احكي لنا بالظبط، ويعملوا عليها تحاليل وفحوصات. اثبتوا الدكاتره في الاخر انها كامل القوى العقليه، وان دي مخيله اطفال، وعادي جاروها في السن ده لحد ما تكبر شويه، واكيد هتعقل. تعدي ايام وتفوت ايام، وبرضه زي ما هي، انا عايزه اروح قصري، انا عايزه اروح عند الناس اللي كنت عايشه معاهم، انا عايزه العب في الجنينه. جنينه ايه يا بنتي؟ ده مش كده وبس، ده هما يروحوا الكنيسه عشان يتعبدوا هناك ويصلوا. تقول لهم لا، انا مش هروح هناك، انا ديني مش زي دينكم، انا عايزه اصلي بطريقه معينه. وبدات تتكلم ولهجتها اختلفت، وتقول لهم كلام هيروغليفي في النص. ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ هم طبعا ما كانوش عارفين ان ده هيروغليفي، هم هي بتتكلم بلكنه مختلفه. زي كده لما واحد يكون قاهري وواحد يكون صعيدي، ده ايه وليه؟ ده امال ايه؟ اختلاف شاسع. دول على دماغنا ودول على دماغنا. انا بس عايز اوريكم الاختلاف. لكن يعدي ايام وتفوت ايام، وتبدا بقى دورسي تشوف احلام غريبه. اول حلم شافته، جالها ملك في الحلم وقال لها انا الملك سيتي الاول، جاي اقول لك ان في روح شريره قدرت تهرب من الجحيم. قامت دورسي، انا ودوني عند اهلي، انا عايزه اروح اشوف الناس اللي انا عايشه معاهم، انتوا معرفكمش. سنها كان حوالي 12 سنه 13 سنه. شافت حلم انها بتتعذب وانها بتتضرب، والموضوع اختلف جدا. ومن بعد ما راحت المرة اللي فاتت بتاعة المتحف البريطاني، قررتها مرة تانية، ودخلت تشوف الآثار بطريقة مختلفة، وتبدأ تتحسس على التماثيل، وتبدأ تاخدهم في أحضانها. شكل عارف كده لما تشوف واحد حبيبك من زمان ما شفتوش
بتاخدهم بالحضن. حتى ده خلى الحراس اللي موجودين هناك يحاولوا يمنعوها ويبعدوها. ده ممكن كمان كان الموضوع ده أثر عليها، يعني هم عاوزين يحبسوها، انت بتعملي ليه كده؟ ترجع البيت وتنام، ويجي لها كاهن مصري اسمه حور رع. قال لها انا حور رع وجاي اقول لك يا دورسي ان انت اسمك الحقيقي بندرشيد، ومعناه إثارة الغلام. انت عايشة في الغرب يا دورسي، لكن اصلك في الشرق. انت اتولدتي في الشرق. حكايتك تبدأ لما والدك وهبك للمعبد، وطبعا كهنة المعبد ما رفضوكيش وقرروا انهم يربوكي وعلموكي كل حاجة لحد لما بقى عندك 12 سنة، وبدأوا يقولوا لك تكملي معانا في المعبد ولا ترجعي لأهلك. لو هتكملي معانا في المعبد هتفضلي عذراء، لكن لو عاوزة ترجعي لأهلك تقدري بقى تتجوزي، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. لكن دورسي قالت لهم لا انا هكمل في المعبد. كان عمرها 12 سنة. كل سنة تعمل دور إزيز في مسرحية أودوريس، ويجي الملك يتفرج على العرض. الملك اتعلق بيكي، انتي كنت جميلة جدا، عيونك الزرق وشعرك الأصفر وبشرتك البيضة تخلي أي حد يحبك من غير ما يكون يعرفك. حبك الملك ستي الأول، وبدأ يبقى بينكم عواطف جميلة لحد ما بان عليكي أعراض الحمل. وبدأ يسألك الكاهن الأعظم مين اللي عمل فيكي كده؟ بدأ يعذبك عشان تعترفي، ولما اعترفتي كان قنبلة في وش الكاهن. انت قلتي له الملك هو اللي عمل معايا كده. ما بين حيرة وشك مش عارف يعمل ايه. تنتحري يا بندرشيد في المعبد ويخفوا جثتك ومحدش يعرف عنك حاجة بعد كده. تصحى دورسي من الحلم لحد ما بقى عمرها 27 سنة، ولأجل الصدفة تتعرف على واحد مدرس لغة إنجليزية اسمه إمام عبد المجيد، ويعرض عليها الجواز. توافق. إمام عبد المجيد ده كان من مصر، ولما قال لها ننزل مصر يا دورسي طبعا كانت في قمة السعادة. هو ده اللي كان نفسي فيه. تنزل دورسي من الطيارة وأول حاجة تعملها تنزل على الأرض تبوسها وتقول له أنا دلوقتي رجعت لبيتي. ويقعدوا متجوزين ما بين 3 ل 4 سنين. ربنا يرزقهم من الفترة دي بولد، والولد ده تقرر دورسي انها تسميه الاول، ويعرض عليها امام انه تسافر معاه العراق عشان جات له فرصة عمل هناك، لكن هي ترفض وتقول له لا انا ما صدقت ان انا اجي مصر امشي تاني. يسافر إمام وهي تسافر أبيدوس وتفضل موجودة هناك وتشتغل مع أساتذة كتير جدا، وبدأت تعمل لهم تصحيح لرسومات وتصحيح لبرديات، وبدأت تقول لهم الأماكن الصحيحة للحجارة اللي كانت موجودة في معبد أبيدوس. وبدأ الناس يعرفوها هناك جدا بأم ستي، وبدأت تساعد المصريين الموجودين هناك وتعالجهم بالطب المصري القديم. كل الناس كانت تحبها وكل الناس كانت تقدرها، لحد ما في يوم من الايام اكتشفوا لوحة داخل معبد أبيدوس، واللوحة دي ما كانش حد لسه افصح عنها. فكانوا عاوزين يختبروا البنت اللي عمالة تقول انها كانت عايشة هنا وده معبدي وانا اعرف كل حاجة هنا. فقبل ما يقولوا لهم او يقولوا لها ان هم اكتشفوا اللوحة دي، المعبد كله ضلمة مفيش اي حاجة باينة فيه، ويجيبوها ويسألوها في الحتة اللي جوه دي لوحة ممكن توصف لنا فيها ايه بما انك انت كنت عايشة هنا، وبكل سرعة وبكل عظمة تقول لهم الوانها ورسوماتها وكل تفصيلة موجودة فيها تصيب كل اللي موجودين بالذهول وتثبت لهم ان هي كانت عايشة هنا. وبدأت تحرم على الناس انهم يدخلوا هم بيدخنوا او يدخلوا بجزم او اي حاجة، وبدأت تلبس اللبس المصري القديم، وبدأت تروح الهرم الكبير وتقعد تتعبد هناك بالديانة المصرية القديمة. وبدأ الناس كلها هناك تعرفها بأم ستي، وقررت انها تعمل مقبرة ليها.
وبدأت تزين المقبرة من جوه برسومات زي الرسومات اللي بيرسموها الفراعنة في المقابر بتاعتهم. لكن لما توفت دورسي عن عمر ناهز 77 سنة، السلطات المصرية طبعا دفنينها جنب المعبد وعملوا لها شاهد وكتبوا عليه هنا تركت دورسي أم سيتي بين قوسين بندرشيت. حكاية ممكن تصدقها أو ممكن ترفضها أو أيا كان، بس هي حدوتة حلوة، تسمعها زي ما تسمعها، تصدقها أو ترفضها أنت حر، تقتنع بانتقال الأرواح أنت حر. في الآخر هي حدوتة خفيفة، يا رب ما نكونش طولنا عليكم فيها. اوعى تكون بخيل وما تنسيناش من اللايك والشير، واستناكم الحلقة الجاية في حدوتة جديدة. يا رب يا رب يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم.